يرفع القسط. القسط هو الميزان، وقيل هو الرزق، وكل ذلك سواء. يعني الأرزاق كلها بموازين، يعني موازين الخلق، من المقادير جملة، من الأرزاق والوقائع والمصائب والحسنات والخيرات، يعني مما كتب لك أو عليك. يخفضه ويرفع بمعنى أنه يدبر، هذاك يعطي هذاك يقلع له، هذه نفس نزلت، هذا تولد هذا مات. يعني سبحانه وتعالى يدبر شأن مملكته. هذه نملة رزقه، هذا عصفور رزقه، هذا حرمه، هذا قلع له، هذا أعطاه، هذا انصافه، هذا انتقم منه، هذا عوضه. يرفع القسط ويخفضه، يعني الحركة في الكون خدامة من مصدر واحد، رب الكون. إن الله تعالى لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، ولا ينبغي أن ينام. يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. وهذه من الأشياء العجيبة حقيقة. الإنسان الله سبحانه وتعالى إذ كلفه بالأمانة حكمه بالليل والنهار، يعني خلاه يدور في العجلة ديال النهار والليل. عنده وحدتان زمنيتان، أو وحدة زمنية، يعني المقياس اللي كيعيش بنادم، اللي كيتحسب له يا 24 ساعة 24 ساعة. الوحدة الزمنية مقسومة على جوج، وحدة الليل وحدة النهار. والله تعالى صرف معاشه بين الليل والنهار، دار الخدمة، دار له النهار طبيعة ديال الخدمة، ودار له الليل طبيعة أخرى ديال الخدمة على الإجمال. وكذلك دبر شأنه، يعني رب العالمين دبر شأن الإنسان بملائكة من عنده، مقسمهم على جوج، ملائكة الليل وملائكة النهار. ولذلك في الحديث الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويلتقون في صلاة الفجر، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. الإنسان إذا لما ينظر للوحدة الزمنية اللي كتحكمه، يجد نفسه حينما يتعرف إلى الله من خلال فعاله. حديث دابا راه كيعرفنا بالله، فعلاقته بالكون سبحانه، وفعلاقته بينا احنا بني آدم المكلفين بالأمان. ربي تعالى كيقول لك: راه النهار ديالك لما كنعطيه لك راني كنختمو لك في نهاية اليوم، كل ما تفعله ذلك اليوم ما كيباتش عندك، كيبات عندي. بمعنى يعني منذ اللحظة الأولى من انفجار الفجر، أي حركة درتها كتسجل في ملف النهار إلى نهاية النهار، بعيد غروب الشمس وذوبان الشفق. فاش كيبدا الليل، يعني كتبدا العشاء، تما كيكون ملف النهار غلق سد، اللحظة كيكون عند رب العالمين. وكذلك من اشتغل بليل بالخير أو بالشر، من بات يقوم الليل أو يسبح أو يقرأ القرآن أو يفعل أي شيء أو يجري في مصالح الناس، أو بات في جريمة أو فسق أو فجور، أي شيء، ما كيصبح الصباح على هذاك الإنسان في ديك الليلة لا ينفجر فجر اليوم الموالي، حتى كيكون الملف ديال ذاك الإنسان قد اكتمل فجوره وبجوره عند الله في ملفه كاملا. يعني حركة كونية، إن هذه الأرض والسماء، السماء والأرض وما بينهما من المسافات التي لا يستطيع العقل البشري أن يحصرها. الملائكة تخرقها بما آتاها الله من قوة، تخرقها في 1000 سنة، في 50,000 سنة، ولكن في مشتعين. يعني مفهوم الزمن يذوب، صعيب الإنسان يبدأ يحسب ك1000 سنة مما تعدون، ولكن بالنسبة لمن لنا أم لهم؟ إنه الملك يمشي يعود يجي. ولذلك شيء غريب مفهوم الزمن من المفاهيم الغيبية المطلقة التي لا يقدر العقل البشري على إدراك كونها. حد المدار الأرضي في فهم الزمن، أما الزمن الكوني الغيبي لا قدرة للإنسان على فهمه إطلاقا، شبه ما يكون باللا زمن معاني.
فإذا هذه الحركة التي تقوم بها الملائكة استجابة لأمر الله تكون تؤدي رسالة الله جل وعلا التي أناطها بها من حيث هي مكلفة بالإنسان. فالإنسان الفاعل لما يفعل من الخير والشر محكوم مقهور. وحينما يجهل الإنسان ربه يظن أنه يصنع الأشياء وهو لا يصنع شيئا، يتمرد. تحبلوا بنادم جعرة ما محكومش برب الكون، يتمرد على الخالق ويفجر ويفسق ويبجر ويطغى ويتجبر، وما هو إلا شيء ضعيف جدا، محكوم بقدره، محكوم بأجله، محكوم بضرورته. بنادم في نهاية المطاف إنسان تأتيه لحظته انتهى، يأتيه رزقه قد جاء، حرم الشيء حرم. لو حرم الله عبدا النوم لن يجد من يدخل سكينته أي سكينة النوم إلى قلبه إطلاقا. أي شيء بسيط جدا، لا تجد قوة في الأرض قط تتدخل في شأن الله سلبا أو إيجابا، وما تحرك شيء إلا بإذن الله، في الخير وفي الشر سواء، لأن ملشي فوق عرشه سبحانه جل وعلا يدبر أمر مملكته لا يغيب عنها لحظة البتة. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النور الإلهي العظيم. إن الصحابة كانوا متشوقين يعرفوا شي حاجة على الذات ديال مولاهم الكريم سبحانه. واحد المرة واحد من التابعين، الناس الشباب اللي ما دركوش سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني لما كبروا لقاو النبي صلى الله عليه وسلم مات ما عقلوش عليه، أو تزادوا من بعد ما مات، أو حتى ملي كان هو حي كانوا في واحد الطفولة اللي ما تكفيش باش يعقلوا على شي حاجة من عند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ما دركوش الصحبة، ما عاشوش معه، ما عاشروش يعني. تابعي واحد فيهم جلس مع الصحابي قال له: لو أدركت رسول الله لسألته. واحد السؤال في راسي اللي يكون لقيت النبي صلى الله عليه وسلم عشت معاه نسوله. قال لك الصحابي، قال له: شنو هو؟ قال له: هل رأى ربه؟ قال له: سألته. قال لي: طيح بالك أنا راه طاح في بالي، سألته. فقال: ما قال؟ قال: نور. جواب عجيب، هذا جواب ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سئل عن الله: هل رأيت ربك؟ قال: نور. اش معنى نور؟ ما تقدش تشوف. يعني نعطي واحد المثل، ولله المثل الأعلى. شوف الشمس تنكسر شبكتك المرآتية، ترسلك عينك إلى الشمس، لا تستطيع التحديق في الشمس. شنو الشمس؟ لا شيء الشمس. نور الله أعظم من أن يصبر على وجوده الموجود، ماشي يعني أعظم باش تشوفه، لا، أعظم من أن يصبر على وجوده الموجود، وسأبين هذا. هو الحديث النيت. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كيجاوب كثير من الأحيان، موجود في المنهج ديال السنة النبوية، كيجاوب في كثير من الأحيان على الأسئلة اللي كتدور في بال بنادم مازال ما قالهاش. لما بدا كيقول له كذا يرفع القسط ويخفضه، لا ينام ولا ينبغي أن ينام، شوية قال له: ربكم هذا الذي تتشوقون إلى معرفته مستور مخفي سبحانه، ما خفاؤه، ما حجابه. الحجاب باش مخفي النور، حجابه النور، وهو سبحانه وتعالى النور، هو جل وعلا ذاته، ربنا رب الكون سبحانه سميته النور. الله نور السماوات والأرض. النور، والنور اسم من اسماء الله الحسنى الثابتة بالقرآن والسنة المتواترة. النور، والنور حجابه النور حجابه النور. قال عليه الصلاة والسلام: لو كشفه، لو أن رب العالمين حيد النور اللي هو يعني مجرد حجاب متستر عن الخلق دياله بالنور، ماذا يحصل؟ يتجلى وجهه للكون، وجه الله تعالى يتجلى، يبان للكون.
رب الكون يفيض من وجهه الجمال والجلال. قال عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث حقيقة يعني من الندرة بمكان، صدق أبو موسى الأشعري، كلمات يعني وحدة شي جملات ما عنديش بحالهم، ما كاينش بحال هذه الجملات هذه. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. السبحات جمع سبحة، جمع سبحة، الضد ديالها على الميزان نفسه الظلمات، جمع ظلمة، ظلمات ظلمة، سبحة سبحة، فهما معنيان متقابلان وعلى ميزان واحد. متقابلان يعني مضادين، السبحات يعني ضد ديال الظلمات حتى في المعنى، يعني النور، النور الذي يفيض